فيلمنا بيحكي عن تغيرات الفصول اللي بتحصل كل سنة وعن المميزات اللي بتحصل كل فصل بتخليه مميز عن الفصل اللي بعديه. وبنعرف بعدها ان معظم التغيرات اللي بتحصل في فصل الخريف بسبب الاسرار اللي بتنكشف فيه قبل موسم الحصاد. وبنعرف كمان ان القمر الازرق هيظهر السنة دي واللي من خلال اشعته هيظهر ما تم فقدانه على مدار العصور. وبعدها بنشوف مجموعة من الجنيات وهم بيحطوا لمساتهم الأخيرة قبل ما يقطفوا الزهور بكل حب، وبنشوفهم منظمين جدا وبيتبعوا خطوات معينة. وبعدها بنشوف الجني تورنس وهو بيصبح على الجنية أستون وهو بيقلب في الغبار السحري علشان يصنعه. وقتها ستيف بيسأله لو كان وزع الغبار على الجنيات ولا لأ، لأنهم مش هيقدروا يتحركوا غير بيه. فبيقوله تورنس ان كل حاجة ماشية تمام وان هو ما يقلقش. واول ما بيسمع صوت الجرس بيقول لهم ان هو هيستأذن. وقتها ستيف بيقوله ان هو رايح فين وبيضحكوا عليه، فبيقوله ان هو عنده كام مهمة كده. وقتها هما بيضحكوا وبيقوله ستيف ان هو يسلم له على بيل. وبنشوف بعدها بيل وهي شغالة على المركب بتاعتها وبيروح لها تورنس علشان يساعدها لحد ما بتنتهي بيل من الشغل في المركب وبتقرر انها تجربه. وبنشوفها بعدها وهي راكباها هي وتورنس ومتعرفش تسيطر عليها لحد ما بتتدمر وبتفضل زعلانة عليها. وقتها تورنس بيقولها ان هو يعرف حد يساعدها ويصلحها لها. وفجأة بيشوفوا قدامهم الجنية فيولا بتقولها ان الأميرة كلاريون مستنياه في القصر. وقتها بيل بتكون حزينة وبتقولها انها ما عملتش حاجة غلط وبتروح معاها على القصر. وهناك بتقابل لانوس وزير الخريف والجنية ماري، ولانوس بياخدها على أوضة الصولجانات اللي صنعتها أكتر الجنيات. فبيل بتقول لهم ان المكان حلو جدا وبتسألهم على المناسبة اللي خلاها تيجي القصر. وقتها لانوس بيقول لها ان القمر الازرق هيظهر قريب، وبيقول لها ان هم محتاجين صولجان جديد من عشيرة العاملات علشان يحطوا فيه الحجر الازرق ويعرضوه للقمر علشان يعيدوا احياء شجرة الغبار السحري مرة تانية. فوقتها بيل بتقول لهم اشمعنى هي اللي واثقين فيها من وسط العشيرة كلها. فبتقول لها ماري ان هما واثقين فيها وبتوريها الحجر القمري علشان تاخده معاها. وبعدها بنشوف تورنس وهو رايح يطمن عليها، فبتقول له هي مبسوطة ان هما اختاروها علشان تصنع الصولجانات الجديدة وبتوريه كمان الحجر القمري. وقتها تورنس بيقول لها ان هما بيصنعوا صولجان جديد كل 8 سنين، وبنعرف ان دي عادة عندهم بيتوارثوها على مدار السنين. فبتسأله عن سر خبرته، فبيقول لها ان هو من زمان جدا وهو بيحرس الغبار السحري وعارف عنه كل حاجة. وبيقول لها كمان ان هو هيساعدها في صناعة الصولجان، وطبعا بيل بتوافق. وبنعرف ان ما قدامهمش غير شهر واحد. تاني يوم الصبح تورنس بيروح له وهو جايب المعدات علشان يعملوا الصولجان، وبتبدأ ترسم الصولجان بتاعها. وبتعدي الايام وبيفضل تورنس يجيب لها في معدات جديدة علشان تصنع الصولجان بسهولة لغاية ما بيتفضل اسبوع بس. ولما بتيجي بيل تطلع الحجر القمري وتحطه على الصولجان راس الصولجان بتنكسر. وقتها تورنس بيقول لها انها محتاجة قطعة حادة وبيطلع علشان يدور عليها. وبنشوف بعدها بابل وهو بيتكلم مع كلانك بعد ما تجربته فشلت. بيشوفوا تورنس وبيقول لهم ان هو محتاج قطعة حادة، فبيقول له ان هو يروح يدور عند الوادي المنخفض. بس بعدها بنشوف بيل بعد ما صلحت القطعة اللي معاها وحطت عليه خلاص الحجر، وبعدها بياخد لها ساعة قديم علشان تاخد العقرب اللي جواها. فبتتعصب عليه وبتقول ان هو جايب لها حاجة مستديرة، فبيحاول يشرح لها بس طبعا بيل مش بتديله الفرصة وبتزق الساعة. وبتفضل الساعة تتحرك لحد ما بتحرك الصولجان وبتوقع من عليه الحجر، بس تورنس بيلحقه بس ما بيلحقش ينقذ الصولجان وبينكسر. وقتها بيل بتتعصب عليه وبتطلب منه ان هو يطلع بره البيت، فبيتعصب عليها وبيقول لها ان هو كان بيساعدها، بس بيل ما بتسمعلوش وبتطرده بره البيت. وقتها بيل بتتعصب جدا وبتزق الساعة اللي بعدها بتقع وبتكسر الحجر القمري. وبنشوف بعدها تورنس وهو قاعد قدام البحر وغضبان جدا. وبتيجي بعد كده جنية اسمها سيلفر علشان تهديه، بس بيطلب منها انها تروح له في وقت تاني علشان هو غضبان جدا دلوقتي. وبنشوف بعدها كلينك وبابل وهم عند بيل علشان يشوفوا هي وصلت لايه. وقتها بيل بتخبي عليهم وبتقول لهم ان كل حاجة ماشية تمام، وبتطلع معاهم علشان تقابل الجنية ماري. وبيل بتسألها ينفع يجيبوا حجر قمري تاني. وقتها ماري بتتخض وبتسألها على الحجر اللي معاها، فبتقول لها بيل انها كانت عايزة تحط حجرين بدل حجر واحد. فماري بتقول لها ان هم لقوا الحجر ده من 100 سنة
وان بدون الحجر الغبار السحري اللي عندهم هيقل وهيأثر على حياتهم. وقتها بيل بتدوخ من الكلام اللي سمعته، فماري بتقول لها انها تحضر معاهم العرض. وقتها بيشوفوا في العرض الجنية اللي بتحكي عن القراصنة اللي هجموا عليهم فجأة علشان ياخدوا الغبار المسحور، وللأسف خطفوا جنية منهم لحد ما وصلتهم لغاية المراية السحرية واللي بتحقق 3 أمنيات بس، وإن القراصنة اتمنوا أمنيتين بس، وبعد كده المركب غرقت بيهم قبل ما يتمنوا الأمنية الثالثة. وقتها بيل بتسأل ماري لو كان كل الكلام ده حقيقي، فماري بتقول لها كل كلمة قالتها حقيقية. وقتها بيل بتروح البيت وبتعمل خطة علشان تدور على المراية السحرية، بس بتكتشف إن الغبار السحري اللي معاها قليل جدا، فبتروح لستيف فبيقول لها وقتها انها اخدت امبارح كتير واخدت حقها وما يقدرش يخالف القوانين، فبتقرر انها تروح تاخد شوية غبار من اصدقائها اللي طبعا بيتخلوا عنها. وقتها بتروح لتورنس عشان تطلب منه المساعدة ويديها شوية غبار، وهو طبعا بيتخلى عنها، وبتزعل بيل جدا وقتها وبتروح تقعد على شجرة وبيقع منها شوية غبار على ثمرة وبتطير. وقتها بيل بتقرر انها تاخد الثمرة اللي موجودة في الشجرة علشان تعمل سفينة ليها وتحط فيها كل حاجة هتحتاجها في الرحلة، وقبل ما تمشي بترمي شوية غبار على الثمرة قبل ما تطير، وبتكون مستخدمة الساعة بتاعت تورنس كبوصلة علشان ما تتوهش. واول ما بتقرب على الغابة بيظهر لها شوية حشرات مضيئة بيجروا من شوية الخفافيش وبتقع حشرة معاها، وبعدها بيل بتحس بالجوع، ولما بتيجي تدور على الاكل بتلاقي الحشرة كلت كل الاكل اللي معاها، فبتتعصب بيل جدا وبتطلب منها انها تمشي من عندها، بس الحشرة بترفض. وبعد كده الغبار بيكون هيطير من بيل، بس بيل بتلحقه على اخر لحظة. ولما بتيجي بيل تبص على الخريطة ما بتشوفش حاجة بسبب الضلمة، بس بتلاقي الحشرة المضيئة رجعت مرة تانية والمكان نور، فبتخليها معاها علشان تساعدها. وتاني يوم الصبح بنشوف الجنية ماري وهي بتتمم على باقي الجنيات اللي بيكونوا بيحضروا الحفلة كبيرة علشان الصولجان الجديد اللي بيل المفروض هتصنعه. وبنروح لبيل بعد ما وصلت للجزيرة المفقودة، وقتها بتطلب من الحشرة انها تاخد بالها من المكان عبال ما تاخد هي جولة وترجع، والهوا بيكون شديد جدا وبتعرفش الحشرة انها تسيطر على السفينة. ولما بتروح تحذر بيل ما بتسمعهاش غير متأخر. ولما بيروحوا الاتنين يدوروا على السفينة طبعا بتكون تاهت منهم وورق الشجر بيوقعهم على الارض. وقتها بيل بتفقد الوعي وبتحلم بتورنس والوقت اللي هي اتعصبت عليه فيه، وبتصحى ندمانة. وبعدها بيل بتقول للحشرة انها جعانة جدا، والحشرة بتنادي اصدقائها علشان يجيبوا لها اكل. وقتها بيل بتسألهم لو كان شافوا حجر على هيئة قوس، وقتها الحشرات بياخدوها علشان يدلوها على المكان. ووقتها بيل ما بتعرفش تطير وبتقرر تمشي، وفي الطريق بتشوف الساعة بتاعت تورنس وبتاخد العقرب اللي فيها، وبتعرف وقتها ان تورنس كان عنده حق، ووقتها الحشرات بيوصلوها للمكان اللي هي عايزاه. وبنروح لتورنس اللي بيكون ندمان ان هو ما صالحش بيل، ولما بيروح لها على بيتها وما بيلاقيهاش بيكتشف انها كسرت الحجر القمري، وبيشوف الرسمة بتاعت السفينة فبيعرف انها سافرت بيها. وقتها بيل بتكون سريعة جدا في الحركة وبتقول للحشرة ان قدامها يوم واحد بس وتسلم الصولجان، وفجأة بيظهر لها قزمين وبيمنعوها من الدخول وبيقولوا لها انها لو ما بعدتش عن المكان هياكلوها. وقتها القزم التاني بيقول لها ان هما مش هياكلوها، هما بس هيعملوا من العظم بتاعها سرير. وبتستغل بيل الفرصة وهما بيتخانقوا مع بعض وبتدخل المكان، تفضل مكملة جوه النفق لحد ما بتشوف السفينة اللي غرقت. ولما بتوصل للسفينة بتقوم بجولة جواها وبتشوف جواها كيس مقفول وبتفتحه بعقرب الساعة اللي معاها وبيقع منه كنوز كتير. وقتها بيل بتلاقي في الكنوز المراية السحرية وبتفرح جدا انها لقيتها. ولما بتيجي تطلب الامنية بتاعتها بلاس بيقرب منها وبيتكلم كتير، وبدل ما تقول الامنية بتقوله يسكت، فالامنية بتتحقق وبيسكت وبينطفي. وقتها بيل بتزعل جدا وبتفضل تعيط. وقتها بتفضل باصة في المراية وبتتمنى انها تقابل تورنس مرة تانية ويفضلوا اصدقاء، وبيظهر لها تورنس وبيقول لها ان هو وراها، فبتحضنه وبتسأله هو جالها ازاي، فبيقول لها ان هو قاعد يطير كذا يوم ورا بعض لحد ما لقى المركب بتاعتها، وبعد كده ركب المركب بتاعتها وجالها. وفجأة بيطلع عليهم كام فار فبيطلعوا يجروا لحد ما بيوصلوا المكان سد. ووقتها بيل بتعمل شكل مرعب على الجدار عشان الفيران تخاف، وبعدها بيطلعوا على السفينة بتاعتها وبتفرح جدا لما بتشوف الغبار بتاعها موجود هناك. وبعدها بيل بتطلع الحجر القمري اللي موجود معاها علشان تتفرج عليه. وقتها نور بلاس بيجي على المراية السحرية وبتجيلها فكرة وبتطلب من تورنس ان هو يساعدها. وبنشوف بعدها ميري وهي قلقانة لان بيل لغاية دلوقتي ما جابتلهاش الصولجان، وبيكون الوزير كمان قلقان. وبعد كده بتيجي الملكة وبتسألهم لو كان في مشكلة،
وبعدها بيشوفوا بيل وتورنس وهم جايين بالسفينة بتاعتها، ووقتها بيل بتقول لهم ان حصل لها مشاكل كتير علشان خاطر تعمل الصولجان، ولما بتكشف الصولجان بيكتشفوا ان الحجر القمري متقسم. فبيل بتحاول تهديهم وبتقول لهم يستنوا بس لغاية ما أشعة القمر تيجي عليه، ووقتها المكان كله بيتملى غبار سحري وبيكونوا مبسوطين جدا لان دي اول مرة المكان يتملى غبار سحري بالشكل ده. وفي النهاية بيل بتقول ان الصداقة اهم كنوز العالم واهم من الذهب والفضة، لان الذهب بيجيله يوم وبريقه بينطفي عكس الصداقة اللي بتدوم طول العمر. وبكده يكون انتهى فيلمنا. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.